مباراتنا النهارده اتلعبت بدقة 91% وفيها نقلة بريليانت موف من الأسطورة ميخائيل تال. مباراتنا اتلعبت سنة 1957 وتال هو اللي كان بالقطعة السوداء بيلعب جونيس كينيدز وهو اللي كان بالقطعة البيضاء، فيطلع الأبيض ببدأ الدي 4، يرد تال ويطلع بالحصان في الاف 6 وكده هيلعب انديان جيم، فيرد الأبيض ويطلع ببدأ السي 4. تال كان المفروض عشان يكمل انديان جيم اللي هو يطلع ببدأ الجي 6، بعد كده الفيل، بعد كده يبيت يطلع بالبيضة وبعد كده يطلع بالحصان، بس هو قرر انه يغير الافتتاحية ويطلع ببدأ السي 5 وكده هيلعب بنوني ديفنس. يرد الابيض ويطلع ببيضه الدي 5، تالي يقدم بيضه الاي 6. تقدر تاكل البيضه وساعتها اكل بالبيضه اللي موجود هنا، بس الابيض عمل الصح وانتشر وطلع بالحصان في السي 3. تالي يروح واكل البيضه، الابيض يروح واكل بالبيضه، ما تقدرش تاكل بالحصان بسبب حمايه الوزير وبسبب حمايه الحصان الثاني، فتال راح مقدم البيضه في الدي 6 علشان يمنع ان البيضه ده يتقدم خطوه لقدام في الدي 6. بعد كده الابيض يروح طالع بالحصان في الاف 3، تالي يروح مقدم البيضه تحضير اللي يطلع بالفيل وبعد كده يبيت، الابيض هو كمان راح مقدم البيضه تحضير اللي يطلع بالفيل في الاي 2 وبعد كده يبيت، تالي يطلع بالفيل، بعد كده الابيض يطلع بالفيل، تالي يروح مبيت، الابيض يروح مبيت، تالي يلعب الطابيه في الاي 8، الابيض يروح راجع بالحصان في الدي 2 ويروح تال طالع بالحصان بتاعه في الاي 6، ودي كانت اخر نقله من الافتتاحيه في الموقف ده. ليه تال طلع بالحصان بتاعه في الاي 6 تحضيرا له يلعب الحصان بتاعه في سي 7؟ تقول لي هنا طب ما الابيض يقدر ياكل الحصان اللي موجود في الاي 6، بس دي مش احسن نقله في الموقف ده، علشان الاسود يقدر ياكل الفيل ده عن طريق البيضه، وساعتها ايه الافكار اللي عند الابيض؟ يعني هو يقدر يلعب الحصان بتاعه في البي 5؟ ما يقدرش عشان البيضه، وحتى لو لعب الحصان في الاي 4 ما يقدرش يلعبه بعد كده في البي 6 او حتى يقدر ياكل البيضه ده علشان هو محمي عن طريق البيضه، فمفيش اي افكار هجوميه. فاحسن نقله في الموقف ده اللي انت تكمل انتشار وتلعب الطابيه في الاي 1، والابيض عمل ده فعلا، فرد تال وراح لعب الحصان في سي 7، فيرد الابيض ويقدم بدا الاي 4، تالي يروح مقدم بدا البي 6 وبعد كده الابيض يروح لاعب الوزير في السي 2، يرد تال في الموقف ده ويلعب اول غلطه ليه ويلعب الحصان بتاعه في جي 4. النقله دي ما بتخسروش الجيم، بس النقله دي غلط عشان هي ملهاش اي لازمه في الموقف ده. يعني ايه الافكار اللي عندك اللي انت تلعب الحصان هنا وبعد كده العب الوزير في الاتش 5 واكل البدء اللي موجود في الاتش 2، اعمل لك تشيك وبعد كده تتحرك واكسب بتشيك ميت؟ يعني دي الفكره اللي عند تل؟ طب انا اقدر امنع الفكره دي من اولها واروح واكل الحصان ده عن طريق الفيل، ودي كانت هتبقى احسن نقله للابيض في الموقف ده، ولو انت اكلت بالفيل خلاص انا بطلت الهجوم بتاعك. بس الابيض في الوضعيه دي ما اكلش الحصان اللي موجود في جي 4 اللي هي احسن نقله، وراح رد الغلط بغلط وراح مقدم البدأ بتاعه في الاتش 3. بس ميزه تال ان هو لما بيرد ما بيردش الغلط بغلط، وبيرد وبيلعب افضل نقله في الموقف ده ويروح مضحي بالحصان بتاعه وياكل البدء اللي موجود في الاف 2. ايه الهدف من التضحيه دي؟ اللي انا اسحب الملك من مكانه، وفعلا الابيض راح اكل الحصان اللي موجود في الاف 2 عن طريق الملك، ودي ما كانتش احسن نقله، كانت احسن نقله ان هو كان يطلع بالحصان بتاعه في الاف 3 علشان يمنع زقه الوزير في الاتش 4، وبعد كده يعني انت منعته فتقدر تاكل الحصان اللي في الاف 2. بس الابيض استعجل وراح اكل الحصان عن طريق الملك، فرد تاله وراح طلع بالوزير في الاتش 4، عامل تشيك للملك. الملك قدامه حاجات كتير يقدر يعملها في الموقف ده، يقدر يتحرك بالملك بتاعه في جي 1 وساعتها تخسر الطابيه اللي في الاي 1، او اللي انت تقدم البيضه في جي 3 وساعتها تخسر بتشيك ميت بعد الست نقلات مفيش اي مهرب منهم. واول نقله ان احنا نلعب الفيل في الدي 4 عاملين تشيك للملك، تتحرك في جي 3 ساعتها ناكل البيضه محمين عن طريق الفيل، ما قدامكش غير مكان واحد بس اللي انت تتحرك في الاف 3، نرد ونلعب الفيل في جي 4 عاملين تشيك للملك، ما قدامكش غير مكان واحد بس اللي انت تتحرك في الاف 4، نروح مقدمين البيضه في جي 5 عاملين تشيك للملك، الملك ما قداموش غير مكان واحد بس غير ان هو ياكل البيضه، نرد عليه ونروح لاعبين الفيل في الاي 3 عاملين تشيك للملك، الملك يتحرك في الاف 6 وساعتها يخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الوزير في الاتش 6. بس الابيض يرد وما يقدمش البدأ بتاعه في الجي 3 علشان ما يخسرش بتشيك ميت، وما يلعبش الملك بتاعه في الجي 1 علشان ما يخسرش الطابيه بتاعته، ويلعب الملك في الاف 1، فتالي يرد ويلعب الفيل في الدي 4 بيهدده اللي هو يكسب بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الوزير في الاف 2. ضغط كبير جدا على الابيض في الموقف ده، انت ما قدامكش غير نقله واحده بس عشان تحمل التشيك ميت دي، اللي انت تلعب الحصان في الدي 1. وبص على منظر الابيض في الوضعيه دي، كل القطع بتاعته متجمعه في مكان واحد، ناقص الطابيه تيجي في الاف 2 وساعتها هيبقى انتشار مثالي جدا للاعب الابيض. وفي الموقف ده احنا محتاجين نقف شويه ونفكر تالي المفروض يعمل ايه علشان يقدر يكسب بتشيك ميت في النقلات الجايه او يضغط على الملك الابيض. فهو في الوضعيه دي يقدر يلعب الوزير بتاعه في الاف 4 ويعمل تشيك للملك، بس النقله دي هتبقى غلط علشان الابيض يقدر يصد النقله دي بكل سهوله ويلعب الحصان في الاف 3. عمل بلوك، انت دلوقتي مش عامل تشيك وانا مهدد ان انا اكل الوزير،
قدامك خيارات كتير، اللي انت تاكل البدء اللي موجود هنا وساعتها اكل انا بالوزير، تاكل انت بالطابية ونعمل تريد وزير قصاد وزير، او تهرب بالوزير بتاعك. وساعتها في الموقف ده اصلا افضلية عند اللاعب الابيض وتال بيخسر. بس تال ما يلعبش الوزير بتاعه في الاف 4 ويعمل تشيك للملك. تال يقرر في الوضعية دي يلعب تاني نقلة جريت موف ليه، ويروح مضحي بالوزير بتاعه وياكل البدء اللي موجود في الاتش 3. ايه الهدف من تضحية الوزير في الاتش 3؟ ان الابيض ما يقدرش ياكل الوزير ده، عشان لو اكل الوزير عن طريق البدء ودي نقله غلط هيخسر بتشيك ميت بعد نقله واحده بس. لما نلعب الفيل بتاعنا في الاتش 3 عاملين تشيك للملك، والملك ما يقدرش يتحرك في اي حته بسبب الفيل اللي موجود في الدي 4. فالابيض في الموقف ده ما اكلش الوزير بالبدء وراح لعب الفيل بتاعه في الاف 3. وفي الوضعيه دي الابيض يقدر ياكل الوزير، علشان لو تال فضل ساب الوزير بتاعه انا هاكل بالبدء، انت تروح لاعب الفيل بتاعك وتاكل البدء ده عن طريق الفيل، عامل تشيك للملك هقدر اغطي بالفيل، والابيض هيكون كسب وزير وما خسرش بتشيك ميت، فتالي يرد عليه ويحمي الوزير بتاعه ويلعبه في الاتش 2. ايه الافكار اللي عند تال في الموقف ده؟ ان هو يلعب الوزير بتاعه في جي 1 يعمل تشيك للملك، هكون محمي عن طريق الفيل. بس في مشكله عند تال، ان الملك ده يقدر يتحرك في الاي 2. تمام؟ فتال الخطه اللي عنده ان هو يمنع ان الملك يتحرك في الاي 2. اول حاجه الابيض رد وراح لعب الحصان بتاعه في الاي 3، منع وعمل بلوك للفيل علشان ما يكونش حامل وزير لما يلعبوا في جي 1. تمام؟ فالوزير دلوقتي نقدر نلعبه في الاتش 1، بس النقله دي هتبقى غلط علشان الملك هيقدر يتحرك في الاي 2 وساعتها هنكون مهددين الوزير، فالوزير هيضطر يهرب، فالنقله دي ملهاش اي لازمه في الموقف ده. بس تال ما لعبش الوزير بتاعه في الاتش 1 وراح مقدم البدء في الاف 5. ايه الهدف من النقله دي؟ ان هو يطمع الابيض ان هو ياكل البدء الموجود هنا، وساعتها نفتح الفايل للطابيه علشان نمنع ان الملك يتحرك في الاي 2. فمثلا الابيض لو اكل البدء ده ساعتها تال هيرد ويروح واكل الحصان اللي في الاي 3، مهدده اللي انا اعمل له تشيك، تضطر تتحرك هنا اعمل لك ديسكفر اتاك. الابيض مثلا لو لعب اي نقله زي الاف 4 ساعتها انا هعمل له تشيك، هتضطر ان انت تتحرك هنا هعمل لك ديسكفر اتاك، عامل لك تشيك عن طريق الطابيه، تاكل الفيل هروح رد عليك واكل الطابيه اللي في الاي 1، عامل لك برضه تشيك، تتحرك بالملك بتاعك في الدي 3 هرد عليك واكل البدء اللي موجود في الاف 5. انا حرفيا باكل الاخضر واليابس في الموقف ده، عامل لك برضه تشيك، الملك ما قداموش غير نقله واحده بس، وساعتها انا مش هاكل الوزير اللي في السي 2، انا هكسب التشيك ميت بعد نقله واحده بس لما العب الوزير بتاعي في البي 4. فدي الافكار اللي عند تال في الموقف ده. بس الابيض ما اكلش البدء اللي في الاف 5 وراح طلع بالحصان في السي 4. تال يروح واكل البدء مهدد اللي هو ياكل الفيل، الفيل ياكل البدء، ما تقدرش تاكل بالطابيه بسبب حمايه الوزير، فتال يرد عليه ويروح لاعب الفيل بتاعه في الاي 6، عمل بن للحصان اللي موجود في السي 4، فالفيل يرجع في الاف 4 وبعد كده تالي يرد عليه ويروح لاعب الطابيه في الاي 5 تحضيرا اللي هو يجيب الطابيه بتاعته في الاي 8. الابيض يروح لاعب الطابيه في الاي 3، فعلا تالي يروح لاعب الطابيه في الاي 8، فيرد الابيض ويلعب الفيل بتاعه في الدي 2، يرد تال ويلعب اول نقله بريليانت موف ليه في المباراه ويروح واكل البيضه عن طريق الحصان في الدي 5. ليه النقله دي بريليانت موف؟ علشان انت تقدر تتخلص من الحصان ده عن طريق حاجتين. اول حاجه اللي انت تقدر تاكل الحصان بحصان، بس انت لو اكلت حصان بحصان تخسر بتشيك ميت بعد نقله واحده بس لما تلعب الوزير في الاتش 1. فالملك ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان هنا بسبب الطابيه، وما يقدرش يتحرك هنا بسبب الفيل، وانا عامل له تشيك. تمام، تقدر تتخلص من الحصان ده اللي انت تقدر تاكل الحصان عن طريق الفيل وتعمل تشيك للملك، والابيض عمل ده فعلا، فرد عليه تال في الموقف ده وراح اكل الفيل عن طريق الطابيه. انت هنا في الوضعيه دي ما تقدرش تاكل الطابيه بالحصان بسبب ان انت لو اكلت برضه هتخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس. فالابيض في الوضعيه دي رد عليه وراح لعب الملك بتاعه في الاي 2، فيرد تال تلقائي ويروح واكل الحصان اللي في الاي 3 عن طريق الفيل. الابيض يرد ويروح واكل الفيل ده عن طريق الطابيه، يرد تال ويروح واكل الحصان اللي موجود في السي 4 عن طريق الفيل. وفي الموقف ده اول لما الابيض شاف الفيل بيتحرك في السي 4 راح مستسلم. وليه الابيض استسلم في الموقف ده؟ تال دلوقتي عامل له تشيك عن طريق الفيل، الابيض قدامه حاجات كتير يقدر يعملها، يعني هو ممكن ياكل الفيل ده عن طريق الوزير بس هيخسر بالتشيك ميت بعد نقلتين، او النقله اللي احنا ناكل بدا عاملين تشيك للملك، الملك ما قداموش غير مكان واحد بس الدي 1، ساعتها هيخسر بالتشيك ميت بنقله واحده بس، هنكون محمي عن طريق الطابيه. طيب المكان التاني اللي هو ممكن ما ياكلش الفيل عشان لو اكلنا بالفيل نخسر بالتشيك ميت، فهو يقدر يتحرك بالملك بتاعه في الدي 1، فساعتها نرد نروح واكلين الطابيه اللي في الاي 3. احسن نقله ليك اللي انت تاكل بالطابيه علشان انت ما تقدرش تاكل بالفيل، فلما تاكل بالطابيه تال هيرد ويلعب الوزير في جي 1 عامل تشيك للملك، تغطي عن طريق الطابيه ساعتها هيرد عليك ويروح لاعب الوزير بتاعه في الاف 2. والنقله دي مميته في الموقف ده، يعني في الوضعيه دي النقلات الجايه لتال مثلا لو الابيض لعب اي حاجه في الوضعيه دي تال يرد ويروح لاعب الفيل بتاعه في البي 3، خلاص
ما قدامكش اي حاجه، لو اكلت الفيل تخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس. وانا دلوقتي عامل لك بن للوزير ده، فانت خلاص بتخسر الوزير اللي في السي 2. فعلشان كده الابيض حسب كل ده وراح مستسلم. وبس كده كده احنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.